ما يقف بيننا وبين هذا هي الضغوطات الدولية علينا وعلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية تحديدا والتحالف العربي تاليا، وهم أي المجتمع الدولي هم ما يمنعون أن تخوض الحكومة الشرعية معركة حاسمة. والمثال على هذا واضح وصريح، ما حصل في الحديدة عندما كانت قوات العمالقة على كيلو 16 من الحديدة وكانت قاب قوسين أو أدنى من تحريرها، وتدخل المجتمع الدولي ومنعنا من تحريرها بحجة أن هذه المدينة مكتظة بالسكان. ألم تكن عدن يوما مكتظة بالسكان عندما اقتحمها الحوثي وعندما حررناها؟ ألم تكن أيضا تعز الآن مكتظة بالسكان التي يحاصرها الحوثي ويطبق الحصار منذ سنوات على الملايين من البشر، حصار مطبق؟ المشوار الذي كان يقضيه اليمني في تعز في مدة ربع ساعة الآن أصبح يمضي 6 ساعات حتى يصل إلى بيت أخوه في الجهة المقابلة من الشارع. لكننا لا نعلم لماذا يتدخل المجتمع الدولي لحماية الميليشيا الحوثية ويمنع وصول الدولة اليمنية إلى كامل أراضيها، وهذا الذي حصل الآن يجني ثماره المجتمع الدولي فيما يحصل في البحر الأحمر.